السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، وده لان طبعا ما فيش تفاعل على القناة. بحس ان انا بتعب كده وتعبي بيروح على الفاضي. فانا النهاردة قلت كده ايه يعني اتنشط واعمل فيديوهات، يمكن ربنا يكرمني ان شاء الله. فالنهارده طبعا هنعمل الاكله البسيطه اللي كل ولادنا بيحبوها، بانيه ومكرونه وبطاطس. بس الفيديو كده فيه شويه نصايح هقولها لك يا ست الكل كده، وهنعمل كذا حاجه كده مع بعض يعني، وهقول لك عليها. انا هنا معايا البانيه غسلته حلو جدا، نقعته في ملح وليمون، وبعد كده شطفته كويس جدا، غسلته كويس جدا. واهم حاجه تصفي البانيه بتاعك، تمام كده. تصفية الحاجة ما بيخليش الحاجة يرد لها زفارة. انا هنا معايا بصلتين هضربهم في الكبة، هضربهم من غير الطماطم والفلفل. وده ليه؟ لان احنا هنتبل معانا برضو فراخ. يعني انا هنا هقول لك بقى النصيحة بتاعتي. لما تكوني رايحة السوق جايبة معاكي مثلا بانيه وفراخ وحاجات كده، عايزة تتبلي الفراخ تبليها وشيليها في الفريزر، مش هيحصل لها اي حاجة خالص. وهيبقى طعمها احلى واحلى. تمام كده. هتعملي بانيه تبلي حاجتك من بالليل، تاني يوم طلعي اشتغلي على طول. مش هتحسي بتعب، بالذات ان احنا داخل علينا الشتاء، والستات طبعا بتتعب في وقفة الشتاء ديت والمية والكلام ده كله. انا هنا خدت معلقة كبيرة كده او معلقة ونص كده من البصل اللي ما ضربته ضربته في الكبة، وحطيت عليه طماطم. بعد كده بقى دول ركنتهم اهم. هحط عليهم نص كيس المرقة الفورية. دي مرقة فورية حلوة قوي. وهنا البصل والطماطم والفلفل، دول هنعملهم للبانيه، تمام كده. وحطيت برضو عليهم نص كيس المرقة الفورية. المرقة دي حلوة قوي قوي، وطعمها بيدي طعم حلو جدا. حطيت بقى شوية فلفل اسود هنا وشوية فلفل اسود هنا. وكمان ملحت التتبيله بتاعتي دي، حطيت لها الملح المناسب لتتبيله البانيه، تمام كده. يبقى البانيه عملنا ايه؟ حطينا نقول بصلايه معاها طماطميتين وقرن فلفل، ومعاها ملح وفلفل اسود. وكيس المكعب المرق ده، كيس المرقه الفوريه ده، خدنا نصه او مكعب مرق من المكعبات العاديه. تمام. ما عندكيش الكيس ده يبقى مكعب مرق من المرقه العاديه. تبلنا البانيه وهنركنه بقى كده على جنب. دي بقى البصلايه اللي انا خدت منها المعلقه اللي ركنتها على جنب، وحطيت عليها بقى مكعب مرق. حطيت عليها فلفل اسود وملح وشويه حبهان مطحون. هنا بقى معايا فرختين، وطبعا زي ما قلت لكم نزلت السوق، فانا جبت الفرختين وجبت البانيه. فانا عايزه بقى ان انا اعمل ايه؟ عايزه ان انا اجهز حاجتي، بحيث ان انا اليوم اللي هطلع اطبخ فيه الحاجه تبقى الحاجه معايا جاهزه وما اقفش اتعب كتير، تمام كده. فالفرختين بتوعي اهم مغسولين كويس جدا جدا، منقوعين في ملح وليمون، وغسلهم بعد الملح والليمون كذا مره. وصفيت، اهم حاجه تصفيه. هنتبل بقى الفراخ من جوه ومن بره بالبصلايه المدعوكه بالملح والفلفل والحبهان، وكمان مكعب المرق. وده بقى بيدي طعم حلو قوي للفراخ. لما بتيجي تطبخيها بتبقى حلوه قوي، بتبقى اللحم كده شرب من التتبيله، بيبقى طعمها حلو جدا. وشيليها في الفريزر، مش هيحصل اي مشاكل ولا هتغير طعم ولا اي حاجه. تمام. معايا بقى البانيه تبلته اهو، والفرختين كمان تبلتهم. هكيس الفراخ والبانيه بقى هنجهزه خالص، يبقى على ان انت تطلعيه تقليه بس. هتشوفي معايا دلوقتي كل حاجه. طبعا هاخد الفراخ اكيسها واشيلها في الفريزر، وهتشوفوا الفراخ بتاعتي دي لما اجي اطبخها مع فيديو القلقاس وفيديو اللوبيا. تمام. هنزله لكم برده، هحطه لكم هنا في نهايه الفيديو. هنا بقى يلا بينا نتبل البانيه. معايا بقى ايه؟ معايا بقسماط، ومعايا فيجيتار متبل بجيبه من عند العطار سايب كده. حطيت هنا زي حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع من البقسماط اللي هو المتبل ده، او الفيجيتار المتبل، مع معلقتين من النشا ونص كوبايه من الدقيق. والبقسماط اللي هو معلهوش توابل اللي انا نزلته من الكيس دلوقتي. معايا هنا كيس تتبيله البطاطس، وده بيدي طعم حلو 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 للبانيه، مش قادره اوصفلك. هاتي بقى الكيس ده كده، خدي منه شويه وقلبي بقى الدقيق مع معلقتين النشا مع الفيجيتار اللي هو المتبل ده اللي بنجيبه سايب، والبقسماط كمان اللي هو الساده ده اللي انا نزلته من الكيس. وابتدي بقى اخلطي الخليط ده كله، ده اللي هنتبل بيه. تمام. في ناس بقى بتقولك ايه، انا بتضايق. طبعا البانيه انا دخلته التلاجة قعد له بتاع حوالي ساعتين 3 علشان يتبل كده وياخد طعم. في ناس بتقولك انا بتضايق من البيض، وانا عندي ناس كده في البيت بتتضايق من البيض فمش بيحبوه. هنعمل ايه بقى؟ دي ميه ساقعه من التلاجة، ساقعه جدا جدا، نزلت بيها نزلت فيها ببقيه الكيس بتاع تتبيله البطاطس، تمام كده، وشويه فلفل اسود بس كده.
هو كيس تتبيله البطاطس ده بيبقى مملح كده وفيه ملح، تمام. ده بقى بيدي طعم حلو وحلاوه، مش قادره اوصف لك للبانيه. حلو قوي كيس تتبيله البطاطس ده يا جماعه، انا مبقتش بستغنى عنه بجد، تحفه. هنا بقى علشان اتبل واخلص، فانا عملت ايه، جبت علبه. العلبه دي بقى هتساعدني ان انا ايه ما اوسخش الدنيا حواليا. هحط بقى الحاجات دي كده في العلبه دي. علبه كانت جايلي فيها فتة شاورما من محل سوري، وغسلتها كده وقلت استخدمها في التتبيله دي هتنفعني. بصوا اي علبه عندك بقى بلاستيك، تمام. هنحط بقى كده البانيه ونرجرجه كده، هتبصي تلاقي البانيه تغلف، ايدك بقى مش هتتبهدل ودنيتك مش هتتبهدل. علشان موضوع البانيه ده بيحس لي الدنيا بصراحه، يعني بحس ان انا كده في فركشه حواليا. دي بقى الميه اللي انا قلت لكم عليها، فيها بقى تتبيله البطاطس، تمام كده. اللي هي كيس تتبيله البطاطس حلو حلاوه، جربوا بس وهتدعوا لي. ده للناس اللي هي ما بتحبش البيض في البانيه. التتبيله دي رائعه بجد، تحفه. وانسي الكفر يفك منك حتى لو شلتها في الفريزر، انسي. هنا بقى رحنا على ايه، على الدقيق، وبعد كده على الميه اللي فيها التتبيله دي، وميه تكون ساقعه يا جماعه. ورحنا كمان على اللي هو الدقيق مع الفيجيتار مع النشا مع البقسماط الناعم، تمام كده. تبلنا بقى كده، وهنحط الرز في الطبق. هنطلع بقى من هنا كده، ونروح على المية الساقعة تاني. وزي ما قلت لكم كده، دي بقى بتخلي الكفر بتاعنا يبقى مقرمش وتبقى حلوة قوي. يعني شوفوا، انا هتشوفوا معايا دلوقتي هتلاقوني ان انا دخلتهم الفريزر واشتغلت فيهم تاني يوم، وعايزة اقول لكم ان كان طعمهم تحفة. انا طبعا تبلتهم وشلتهم في التلاجة 3 ساعات لغاية ما شربوا من التتبيلة، وبعدين طلعتهم عملت بقى الخطوات دي. وبعد كده شلتهم في الفريزر علشان ما كنتش طبعا هعمل في اليوم ده حاجة، لان ده كان بالليل. يعني انا اصلا رحت السوق وجيت نضفت حاجتي ووقفت على الساعة 6 كده 7، عملت الحاجات دي كلها، شلت في الفريزر. فما كنتش هطبخ بقى حاجة اليوم ده، لان كنت عندي صدوق وكان عندي مكرونة هعملها اكل سريع. لما بروح السوق بصراحة بجيب حاجات سريعة كده، اللي هي ايه متوقفنيش ان انا اتعب وكده. رحنا بقى كده على الميه، وبعد كده رحنا على التتبيله دي حلوه قوي، جربيها. وحطي فيها معلقتين النشا، حطي معاها الفيجيتار الناعم او اللي هو المتبل ده بيتباع بالكيلو. الربع كيلو منه باين ب5 جنيه، كيلو منه ب20 جنيه، موجود في كل محلات العطاره. اما الفيجيتار اللي هو اللي كان في الكيس ده ريتش باك ولا مش عارفه كان نوعه، بتهيألي ريتش باك، وكان او ريتش بيك حاجه زي كده. وده موجود في السوبر ماركت برضو. وحلو قوي برضو، وطعمه في منتهى الجمال، وبيبقى طازه بطازه. يعني لما بتروحي تجيبيه بتلاقيه كده الاكياس موجوده كده في رفوف التوست والحاجات دي، وده بيبقى طازه بطازه وبيبقى حلو. يعني بصي على الصلاحيه بتاعته هتلاقيه ان هو لسه معمول جديد. بصوا بقى العلبه دي حلوه قوي قوي، وبصراحه مش بتبهدل الدنيا. بصوا حطيت 3 قطع كده وهرجرجهم، ونفس الكلام هخرجهم بقى. بصوا شاربين من الدقيق، لا سحر ولا شعوذة اهو. بصوا في ساعتها، واطلع بقى هنا هروح على المية الساقعة المتبلة دي، واروح هنا على التتبيلة. طبعا الناس اللي ما بتحبش البيض هيعجبهم قوي الطريقة دي. انا عندي على فكرة جوزي مش بيحب البيض خالص، ومش بيرضى كان ياكل البانيه بسبب ان هو ما بيحبش طبقة البيض والحاجات دي. فانا من ساعة ما بقيت بعمله له كده بقى بياكله بصراحة. هنا تبلت بقى الكيلو بتاعي كله، ما شاء الله الكيلو حلو. يعني المحل اللي انا بجيب منه بصراحة بتبقى حاجته مش شاربة مية، فالكيلو بيبقى ما شاء الله فيه بركة. هنا بقى هاخده ادخله الفريزر، هحط ما بين على كده طبق كده هتشوفوها اهو معايا بقى. انا كنت هنا غلفته بقى، وبحط ما بين كل طبقة وطبقة كيس واتنيه. يعني بصوا اهو كيس كده، واعمل طبقة. ده طبعا ده بقى تاني يوم طلعته من الفريزر. بصوا والله ما هيفك منك ولا اي حاجة. ما بين كل كيس وكيس حطي طبقة، يعني ما بين كل قصدي طبقة بانيه حطي كيس. يعني انا بعمل ايه، بفتح الكيس اللي هو بتاع الحفظ، واقوم جايه حاطه اول طبقه، واقوم جايه قلبه الكيس كده تانية عليها، واحط الطبقه التانية، واجيب كيس كمان واعمل نفس الحركه. بصوا طالع معايا بقى ما شاء الله. هنروح بيه على الزيت نقليه على طول. وبصي بقى كده سهلت عليكي اليوم. الزيت ده كان تاني يوم، مجرد ان انا بس عملت صلصه مكرونه، وعملت حمرت بطاطس، وطلعت البانيه بتاعي قليته. طبعا لو عندك اولاد في المدارس هتنجزي. لو انت كمان يعني محتاجه بس تطلعي قطعتين لابنك ده مثلا عشان جاي من المدرسه، هتعملي له
هياكل وهتبقى الدنيا سهله معاكي. فتبلي حاجتك، شيليها في الفريزر. انا حاليا بصراحه في فتره الشتاء ببتدي اعمل لحمه مفرومه بفتيك كداب اللي هو عملته قبل كده ونزلته على القناه. بعمل برجر واشيله في الفريزر. عندي ابني بيجي من الشغل بيجي تعبان، ماما انا جعان، ببقى عندي صلصه في الفريزر عاملاها دايما للمكرونه. اسلق كيس مكرونه، اطلع حتتين بانيه، احمر له شويه بطاطس، هيتغدى ويحمد ربنا. فدايما جهزي حاجتك وخلي الحاجه دايما كده في الفريزر، وربنا يجعل بيوتكم كلها عمار ان شاء الله ويرزقكم من وسع. ويا رب كده ينصر اهل غزه ويرفع عنهم البلاء بحق جه الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يرفع رايه الاسلام يا رب العالمين ويحرر اقصانا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.